بسم الله الرحمن الرحيم. حلقة جديدة يا جماعة، معكم النهاردة أحمد حمدان. هنتكلم النهاردة عن إزاي تاخد هدية 10 جيجا من شركة وي وإنت بتجدد اشتراك الإنترنت المنزلي بتاعك. لو الموضوع ده يهمك خليك معايا. طبعا في البداية كده أحب أقول لكم عندي دور برد جامد جدا، يمكن مغير صوتي، فقلت أعمل لكم حلقة لذيذة كده، حاجة تكون في الصميم وتكون سريعة، يعني مش نطول على بعض ونفرهد بعضينا يعني. فقلت أعمل لكم الحلقة دي. مبدئيا كده لكل العملاء اللي في شركة وي انترنت منزلي وانت جاي تشحن الانترنت المنزلي بتاعك، تقدر تاخد 5 جيجا هدية أو 10 جيجا هدية، بس الشرط انك تشحن عن طريق ابليكيشن شركة وي او ابليكيشن ماي وي للموبايل. طيب لينكة البرنامج بتاع او الابليكيشن بتاع ماي وي هسيبهولك في الوصف تحت الحلقة دي، لو انت حابب تنزل الابليكيشن وتستخدمه. ازاي بقى تستخدم الابليكيشن او كده؟ بص على الانترنت تشوف ازاي تسجل في ابليكيشن ماي وي وكده وتستخدمه يعني. ولكن حلقتي النهارده بقولك لو هتشحن من خلال الابليكيشن هتاخد 5 جيجا هديه او 10 جيجا هديه، بس ايه التركه هقولها لكم دلوقتي. طيب انا دلوقتي عندي ابلكيشن ماي وي بستخدمه كل حاجه وباجي اشحن من عليه. طب تشحن من عليه عن طريق ايه؟ اي كارت انترنت. يعني لو عندك بطاقه ائتمان، عندك كارت انترنت بنكي، بتخش تشحن من خلال الكارت، او ان شاء الله تستخدم فودافون كاش وتشحن بيه. يعني ممكن تطلع فيزا وهميه وتستخدمها جوه الابلكيشن عادي برضه. يبقى لو هتشحن من خلال الابليكيشن عن طريق فيزا انترنت او اي كارت انترنت تدفع بيه. خلاص. طيب البداية كده لو انت بتشحن 137 جنيه او 140 جنيه او 145 جنيه، لا انا بقول لك زودهم، خليهم كل شهر كده ادفع 150. خلاص. لو شحنت من خلال الابليكيشن 150 جنيه هتاخد 5 جيجا هديه. يبقى دي اول حاجه. يبقى انت لو بتدفع 145 بتدفع 140 بتدفع 137، لا خليهم 150. طيب هل الرصيد الفرق ده هيروح عليك لما تشحن مثلا 150؟ لا، بيفضلوا جوه البرنامج بفلوس بتتكوم لك تقدر تشحن بيها شهر كامل. يعني ممكن بعد 10 شهور مثلا تلاقي عندك مثلا 100 جنيه او عندك رصيد يجدد لك شهر عادي خالص، مش فيها اي قلق يعني. طيب وهتاخد ال5 جيجا الهديه. طيب حد تاني يقول لي طب انا عايز اخد 10 جيجا هديه، اقول لك اشحن ب 300 جنيه ليك في الشهر، تشحن مره واحده عشان تاخد الهديه دي، لا اما 5 لا 10. اوكي. طيب عميل مثلا بيدفع 240 جنيه او 240 جنيه في الشهر وبياخد 250 جيجا، هقول لك لا يا باشا، بدل ما تدفع 250 خليهم 300، هتاخد 10 جيجا هديه. طيب الفرق ال 50 جنيه دي هتفضل تتكوم لك، بعد 5 شهور هتلاقي معاك رصيد 250 جنيه تجدد بيه شهر، مفيش مشكله. خلاص. يبقى انت لو هتدفع لو انت عميل 240 جيجا في الشهر، يبقى روح على ادفع 300 في الشهر. خش كده جوه الابلكيشن وقول انا عايز ادفع اشحن رصيد 300 جنيه. خلاص هتاخد ال 10 جيجا. طيب لو انت عميل زي حالتنا كده اللي هي سرعه سوبر 140، اللي ليك 140 جيجا في الشهر بتدفع 137 جنيه، لا انا بقول لك خليهم 150 عشان تاخد 5 جيجا هديه صالحه ليك. بتكون ال 5 جيجا دي بتكون صالحه معاك في 3 ايام، او ال 10 جيجا دي بتكون صالحه معاك في 3 ايام تخلصها برضو، دي فوق الرصيد بتاعك فبتستفاد بيها يعني. خلاص. ليك في الشهر مره انك تاخد الجيجات دي، يعني مش تيجي تقول لي انا هشحن مرتين في الشهر كل مره ب 300 وعايز اخد 20 جيجا، لا انت هتشحن مره بس ب 300 في الشهر هتاخد 10 جيجا. لو انت السرعه الاقل هتشحن 150 جنيه هتاخد 5 جيجا، ليك برضو مره واحده في الشهر. طب حد تاني يقول لي انا شحنت مره 150، لو شحنت 150 تاني هاخد 5 جيجا تاني، لا هي مره واحده بس اللي بتاخد الجيجات دي. طبعا لحد هنا حلقتي انتهت معاك النهارده. ما تنساش تضغط على علامه السبسكرايب الحمراء دي، تفعل الجرس من جنبها من تحت الحلقه دي عشان يوصلك كل جديد. واخر حاجه احب اقولها لك، نورتوني في قناتي، وكان معكم احمد حمدان. قاعدين يا جماعه والله الحلقه خلصت، يلا سلام عليكم.